السلام عليكم يا حبايبي. تعالوا النهاردة نعمل مع بعض السبانخ بالفريك. دي سبانخ انا غسلتها وقطعتها، ودي كزبرة خضراء. يعني 4 معالق فريك، منقوع 7 ساعات. فصين توم متقطع شرايح، ربع كوباية صلصة، وبصلاية مفرومة شوحتها كده في حتة دهنة صغيرة. وبعد كده عديتها مع ربع معلقة سكر، ومعلقة ملح، ومعلقة فلفل اسمر. نسيبها بقى تغلي على جنب كده، نزودها مية ونسيبها تغلي على جنب. نجيب عندنا طاسة فيها معلقة سمنة، ونحط فيها شوية كزبرة خضرة، ونشوحهم كويس اوي، نحط عليهم فلفل اسمر وكزبرة ناشفة. بعد ما تتحمر كويس وتتحمص، ننزل عليهم فصين التوم، يا دوبك الريحة تطلع منه. ننزل عليهم بمعلقتين من الصلصة، ونسيبها طبعا تغلي غلوتين. وبعد كده ننزل عليهم بالفريك المنقوع اللي احنا نعينه 7 ساعات. بعد ما تغلي كده والفريك يستوي، بننزل عليهم بالسبانخ وبقية الكزبرة الخضراء اللي عندنا. ايه رأيكم يا حبايبي؟ حطوا اللايك واشتركوا معايا في القناة يا حبايبي. ما شاء الله لونها وقوامها ما شاء الله. هي ما مش عايزينها تغلي كتير، هي يا دوبك غلوة 2 بس خلاص، لان السبانخ ما بتعوز الغليان كتير. ايه رأيكم يا حبايبي؟ اتفضلوا معانا يا حبايبي. السلام عليكم.